بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أعتذر على صوتي المبحوح لأني أمر بوعكة صحية، فأرجو تفهم رداءة صوتي، وأرجو منكم الدعاء بالشفاء في أقرب الأجل إن شاء الله. اليوم المحاضرة التي سوف نتلقاها هي الإحالة في القانون الجزائري. الإحالة في القانون الجزائري تنقسم إلى نوعين. طبعا كي نقولوا في القانون الجزائري نقصد بالقانون الدولي الخاص الذي تتواجد مواده في القانون المدني من المادة 9 إلى غاية المادة 24. بالنسبة للإحالة في القانون الجزائري فإنها تنقسم إلى نوعين: الإحالة الداخلية والإحالة على المستوى الدولي، أو كما إن أردتم تسميتها الإحالة الدولية. الإحالة الداخلية تكلمت عنها المادة 23 من القانون المدني الجزائري. تكلمت المادة 23 على الإحالة الداخلية في فقرتين. الفقرة الأولى تحدثت فيها عن الدولة المتعددة التشريعات، أما الفقرة الثانية فتحدثت فيها عن الدولة متعددة الطوائف. أولا، ماذا نقصد بالإحالة الداخلية؟ الإحالة الداخلية هو، نرجع من الأول، قاعدة الإسناد نعرف أنها قاعدة مزدوجة، ممكن أن تؤدي إلى تطبيق القانون الوطني وممكن أن تؤدي إلى تطبيق القانون الأجنبي. إن أدت إلى تطبيق القانون الوطني فلا حرج، أما إن أدت إلى تطبيق القانون الأجنبي فهنا تثار عدة إشكاليات. من بين هذه الإشكاليات إشكالية الإحالة. ماذا نقصد بها؟ أولا، من جانب الإحالة الداخلية كنوع أول من الإحالة، ممكن أن يكون العنصر الأجنبي هو لدولة متعددة الشرائع أو أنها متعددة الطوائف، فبالتالي سوف تكون عندنا عدة قوانين داخل تلك الدولة. مثال ذلك أن يثار نزاع بشأن أهلية أمريكي، ونحن نعلم أن الأهلية في القانون الجزائري نطبق بصددها. كما قلنا فإنه بالنسبة للأهلية فإننا نطبق قانون الجنسية، وفي قضية الحال قانون الجنسية بالنسبة لهذا الشخص هي الجنسية الأمريكية، إذن القانون الأمريكي هو الذي يطبق. أمريكا كما نعلم هي دولة متعددة الشرائع، لذلك يطرح السؤال: أي قانون من الدويلات التي داخل أمريكا سوف نطبق؟ لأن كل دويلة عندها تشريعها الذي يختلف عن الدويلة الأخرى. بالتالي فهنا سوف يتم اللجوء إلى ما يسمى بالقانون الفيدرالي الأمريكي، هو الذي سوف يحدد أي قانون من تلك الدويلات لابد أنه يتم تطبيقه حيال هذا الشخص الأمريكي. وقواعد الإسناد هذه التي تحيلنا إلى قانون أي دويلة من هذه الدويلات لابد أن نطبق، تسمى بقواعد الإسناد الداخلية. إذن لا شأن لها بقواعد الإسناد على المستوى الدولي، وإنما هي فقط تحيلنا إلى التشريعات الداخلية على مستوى الدولة الفيدرالية. هذه في الفقرة الأولى، والمثال على ذلك دولة أمريكا كما قلنا، دولة سويسرا. أما بالنسبة للدولة متعددة الطوائف ماذا نقصد بها؟ ممكن أن تكون فيها ديانات كثيرة، ممكن أن تكون فيها أيضا نفس الديانة وفيها العديد من المذاهب، كمثلا الديانة المسيحية فيها كثير من المذاهب. أيضا ممكن أن تكون متعددة الأجناس أو الأعراق أيضا، وبالتالي كل
طائفة من هذه الطوائف لديها قوانينها الخاصة بها، وهو ما يحدث مثلا في دولة مصر أو دولة لبنان أو الهند أو العراق أو حتى الصين، أو كاين هناك كثير من الدول التي فيها العديد من الطوائف وبالتالي العديد من القوانين. ما الحل في هذا؟ هنا سوف نقرأ المادة 23 هي التي تعطينا الحل. المادة 23 شو تقول؟ تقول المادة 23: متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها التشريعات، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أي تشريع منها يجب تطبيقه. وهذا ما سميناه أو تكلمنا عنه وقلنا أنه ممكن أن يسمى بالقانون الفيدرالي مثلا في دولة أمريكا. أما يعني إذا لم يوجد في القانون المختص نص في هذا الشأن، طبق التشريع الغالب المعمول به في تلك الدولة. وفي البلد الذي في حالة تعدد الطائفي أو التشريع المطبق في عاصمة ذلك البلد في حالة التعدد الإقليمي. إذن في البلد التشريع طبق التشريع الغالب في البلد في حالة التعدد الطائفي. إذا كان يعني إذا لم يوجد قانون مختص يحيلنا إلى أحد القوانين، فإنه لهنا نطبق التشريع الغالب في البلد في حالة التعدد الطائفي، أو التشريع المطبق في عاصمة ذلك البلد في حالة التعدد الإقليمي. يعني لهنا إذا كنا بصدد دولة تتعدد فيها الطوائف، فهنا سوف نطبق التشريع الغالب المعمول به في ذلك البلد إذا لم يوجد قواعد إسناد داخلية تحيلنا إلى أي القوانين. سوف نلتجئ في حالة قضية تتعلق بشخص ينتمي إلى بلد تتعدد فيه الطوائف. أما إذا كان مثلا دولة فيدرالية وليس فيها تشريع أيضا داخلي يحيلنا إلى تشريع إحدى الدويلات، فإنه لهنا سوف نطبق القانون الذي تطبقه عاصمة ذلك البلد. هذا فيما يتعلق يعني كما قلنا فيما يتعلق بالإحالة الداخلية. وأيضا كاين هناك ملاحظة بالنسبة للإحالة الداخلية. الإحالة الداخلية هنا فيها استثناء. فيما يتعلق ذلك الاستثناء يتعلق بمسألة قانون الإرادة في المادة 18 من الفقرة الأولى، بمعنى أنه إذا اتجهت إرادة أحد يعني أو إرادة الطرفين إلى قانون معين بناء على المادة 18 من الفقرة الأولى، فلا يمكن أن نطبق الإحالة الداخلية في هذه المسألة، لأنه هذا مخالف لإرادة الطرفين في اختيارهما لقانون إحدى الدويلات في ذلك البلد. هذا هو الاستثناء المنصوص عليه بالنسبة للإحالة الداخلية. وهناك جدل كبير فيما يتعلق بتطبيق الإحالة الداخلية. هذا النوع الأول في الإحالة الداخلية. تكلمنا على الفقرة الأولى، تكلمنا على الفقرة الثانية، قلنا بأنه نلجأ للقانون الداخلي لتلك الدولة. إذا لم يوجد قانون داخلي لتلك الدولة فإما أن نلجأ إلى القانون الغالب في الدولة المتعددة الطوائف، أو نلجأ إلى قانون الذي تطبقه العاصمة في حالة التعدد الإقليمي.
الإحالة على المستوى الدولي الآن. إحالة على المستوى الدولي تحدثت عنها المادة 23 مكرر 1 من القانون المدني الجزائري. هذه الإحالة لم تكن توجد قبل تشريع أو قبل التعديل تاع 2005، أتت بعد تعديل 2005. جاءت هذه المادة 23 مكرر 1 بفقرتين، الفقرة الأولى والفقرة الثانية. الفقرة الأولى تقول: إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا تطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون تلك الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان. إذن نفهم طبقا للفقرة الأولى من مادة 23 مكرر 1 أن المشرع الجزائري لم يأخذ بالإحالة. نروح للفقرة 2. طبعا لم يأخذ بالإحالة الدولية، وسوف نفهم ما معنى الإحالة الدولية. نروح للفقرة 2. الفقرة 2 تقول لك غير أنه يطبق القانون الجزائري إذا أحالت عليه قواعد تنازع القوانين في القانون الأجنبي المختص. غير أنه يطبق القانون الجزائري إذا أحالت عليه قواعد تنازع القوانين في القانون الأجنبي المختص. بمعنى هنا في الفقرة 2 نفهمه بأنه أخذ بالإحالة، ولكن أي نوع من الإحالة؟ الإحالة من الدرجة الأولى. السؤال المطروح هنا: لماذا نص المشرع الجزائري على عدم أخذه بالإحالة في الفقرة الأولى، ثم في الفقرة الثانية تحدث على أنه يأخذ بالإحالة ومن الدرجة الثانية؟ لماذا ينفي المشرع الجزائري أخذه بالإحالة في الفقرة الأولى نفيا قاطعا تاما لا غبار عليه، ثم يعود في الفقرة الثانية ويقول أنه يأخذ بالإحالة إذا ما أحالت عليه قواعد الإسناد الأجنبية، يعني أعطته الاختصاص في ذلك؟ هل هذا يعتبر الفقرة الثانية تعتبر استثناء؟ هل يعتبر هذا غموض؟ هل يعتبر هذا تناقض ما بين الفقرتين؟ هذا فتح النقاش كبير ما بين فقهاء القانون فيما يتعلق بهاتين الفقرتين، وكانت هناك العديد من الآراء المتضاربة والمختلفة. هناك من قال أصلا أن القانون الجزائري لم يأخذ بالإحالة وأن الفقرة الثانية تناقض الفقرة الأولى. هناك من قال أن الفقرة الثانية تعتبر استثناء للفقرة الأولى. هناك من قال لماذا لم يكتفي المشرع الجزائري بالفقرة الثانية فقط، ولماذا نص على الفقرة الأولى؟ كان يستطيع أن يكتفي بالفقرة الثانية ويقول أنه يأخذ بالإحالة، ولكن الإحالة من الدرجة الأولى فقط، ويستغني عن الفقرة الأولى التي تقول أنه لا يأخذ بالإحالة من الأساس. لذلك وجب على المشرع الجزائري أنه يقوم بحل هذه الفقرة من خلال أو الفقرتين من خلال تعديل هذه المادة وإزالة أي لبس بالنسبة لهذا النوع من الإحالة. إذن ماذا نعني بالإحالة على المستوى الدولي؟ الإحالة على المستوى الدولي نقدر نفسروها كما يلي. احنا وش قلنا بأنه قواعد أو قاعدة الإسناد في القانون الدولي الخاص هي قاعدة مزدوجة، ممكن تؤدي إلى تطبيق القانون الوطني أي قانون القاضي، قاضي الدعوة، وممكن أن تؤدي إلى تطبيق القانون الأجنبي. إذا أدت إلى تطبيق القانون الوطني فلا إشكال، هنا يتم اللجوء مباشرة إلى القواعد الموضوعية.
القواعد الموضوعية التي تعطينا الحل مباشرة، الحل المباشر. مثال ذلك نزاع حول الأهلية، فإنه هنا سوف نذهب مباشرة إلى قواعد القانون المدني التي تحدد سن الأهلية ب19 سنة. يعني مباشرة نلجأ إلى القواعد الموضوعية التي تعطينا الحل المباشر. القانون الأجنبي الآن يطرح التساؤل. القانون الأجنبي هو يتكون من نوعين من القواعد. عندنا قواعد الإسناد والقواعد الموضوعية. إذن حينما تحيل قاعدة الإسناد في القانون الدولي الخاص الجزائري، حينما تحيل أو حينما ترشدنا إلى تطبيق القانون الأجنبي، السؤال يطرح: هل نطبق قواعد الإسناد في القانون الأجنبي أم نطبق القواعد الموضوعية؟ إذا كانت الإجابة أنه نطبق قواعد الإسناد في القانون الأجنبي، فهنا ممكن جدا أن ترد مسألة الإحالة، لأنه ممكن أن قاعدة الإسناد الأجنبية سوف تحيل الاختصاص إلى إما قانون الوطني وإما إلى قانون أجنبي آخر، يعني قانون ثالث يدخل قانون القاضي والقانون الأجنبي الذي نحن بصدده وقانون آخر ثالث. أما إذا يعني قلنا بأنه نطبق فقط القواعد الموضوعية، فهنا المشرع لا يعتبر أنه أخذ بالإحالة، وهذا ما الموقف أخذ به المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 23 مكرر 1. قال لك مباشرة نبحث عن الحل في القواعد الموضوعية مباشرة. وهنا في قواعد أما إذا أخذنا بأنه يعني الإجابة كانت بأنه نطبق قواعد الإسناد الأجنبية، فهنا قاعدة الإسناد الأجنبية قد تحيلنا إلى يعني تطبيق قانون آخر، إما تعيد الاختصاص لقانون القاضي أو إما إلى يعني قانون أجنبي آخر، طبعا يعتبر قانونا ثالثا. خصوصا هذا فيما يتعلق إذا كانت يعني النزاع تنازع ما بين قانونين وكان التنازع هنا تنازعا سلبيا. إذا كان تنازع سلبي، يعني إذا رفضت قواعد الإسناد الأجنبية الاختصاص، فهنا تطرح مسألة الإحالة. أما إذا لم ترفض طبعا الاختصاص فإنه لن تكون هناك إشكالية. مثال ذلك مثلا جون بريطاني الجنسية، ثار نزاع حول أهليته أمام القاضي الجزائري. بطبيعة الحال حسب احنا عندنا لهنا القضية سوف نكيفها على أنها قضية تتعلق بالأهلية، هذه 1. 2 سوف نطبق قاعدة الإسناد المتعلقة بالأهلية واللي هي المادة 10 من القانون المدني الجزائري، واللي تقول بأنه لابد أن نطبق قانون جنسية الشخص، إذن هو القانون البريطاني. إذا ما كنا نأخذ بالإحالة ونطبق الفقرة 2 من المادة
23 مكرر 1، فإنه لهنا سوف نذهب إلى قواعد الإسناد البريطانية، لن نذهب إلى القواعد الموضوعية، سوف نطبق قواعد الإسناد البريطانية. قواعد الإسناد البريطانية سوف نبحث في قاعدة الإسناد البريطانية. قاعدة الإسناد البريطانية تقول بأنه نطبق قانون الموطن. قانون الموطن هنا هو جون متوطن أين؟ في الجزائر، موطنه الجزائر. إذن هنا قاعدة الإسناد البريطانية ماذا فعلت؟ رفضت الاختصاص وأحالته إلى القانون الجزائري. لو كان هناك ضابط إسناد موحد ما بين القانون الجزائري والقانون البريطاني لن تثار الإشكالية هنا. يعني إذا كانت بريطانيا مثلا تطبق قانون الجنسية فيما يتعلق بالنزاعات المتعلقة بالأهلية، فإنه لا إشكال، سوف يطبق القانون البريطاني. لكن هنا الإشكال حينما رفضت الاختصاص. عندما رفضت الاختصاص إذن هي أحالت الاختصاص إلى من؟ إلى القانون الجزائري، وهذا هو ما يسمى بالتنازع السلبي. فبالتالي هنا أعادت الاختصاص إلى القانون الجزائري. هذا ما يسمى بماذا؟ إحالة من الدرجة الأولى. الإحالة من الدرجة الأولى. ماذا نعني بالإحالة من الدرجة الأولى؟ الإحالة من الدرجة الأولى هي أن القانون الأجنبي يعيد الاختصاص إلى قانون القاضي، لذلك تم تشبيه الإحالة بكرة مضرب التنس، لأن القانون القاضي يحيل الاختصاص إلى القانون الأجنبي، والقانون الأجنبي عاود يرجع الاختصاص إلى القانون الوطني. هذه هي الإحالة. ولكن حتى نفهم النوع الآخر من الإحالة، وهو إحالة من الدرجة الثانية، فلنفرض أن جون ليس متوطنا في الجزائر، وإنما هو متوطن في الدنمارك. إذا كان متوطن في الدنمارك فإن قاعدة الإسناد البريطانية سوف تحيل الاختصاص إلى القانون الدنماركي، وهنا إحالة من الدرجة الثانية، لأنه دخلنا قانون ثالث وهو القانون الدنماركي. فإذا أحالت قواعد الإسناد البريطانية الاختصاص إلى القانون الدنماركي بهذه الصفة، لأنه جون متوطن في الدنمارك، فإنه في هذه الحالة سوف لن نطبق الإحالة من الدرجة الثانية، وإنما سوف نلجأ إلى تطبيق الفقرة الأولى من المادة 23 مكرر 1 التي لا تأخذ بالإحالة، لأن الفقرة 2 تتعلق فقط الإحالة من الدرجة الأولى فقط. فبالتالي لهنا سوف لن نطبق الإحالة تطبيقا للفقرة الأولى من مادة 23 مكرر 1، وبالتالي سوف نلتجئ مباشرة إلى قانون جنسية الشخص وهو القانون البريطاني، ونطبق القواعد البريطانية، القواعد الموضوعية البريطانية مباشرة دون ما اللجوء إلى قاعدة التنازع، لأنها تحيلنا إلى قانون ثالث. مفهوم؟ وممكن أن إذا كان بعض الدول ممكن أن تطبق الإحالة من الدرجة الثانية، ممكن. المهم القانون الجزائري فهو لا يطبق هذا، وممكن أن تصل الإحالات إلى درجة ثانية وثالثة ورابعة إلى آخره. مهم، هذا هو
معنى الإحالة. طبعا بالنسبة للإحالة فلها يعني سابقة قضائية، والسابقة هذه هي قضية فورغو. قضية فورغو، وهي عبارة عن قضية مشهورة، حيث أن فورغو هو ولد غير شرعي، ولد في أوائل القرن التاسع عشر بإقليم بافاريا. نزحت به أمه وهو طفل في الخامسة من عمره إلى فرنسا. أقاما هناك إقامة فعلية دون أن يتخذا لهما موطنا قانونيا بفرنسا. كان القانون الفرنسي يقضي يومئذ بالحصول على تصريح بالتوطن القانوني، وهما لم يحصلا على هذا التصريح. إذن بقي فقط يعني متوطنان بصفة غير شرعية، ولم تكن لهما أو ولم تكن فرنسا موطنهما الشرعي، لأنها لم تعطي لهما تصريحا بذلك. عندما شب فورغو تزوج من فرنسية ثرية ماتت وتركت له ثروة منقولة طائلة. في 68 من عمره توفي فورغو بمدينة بو الفرنسية، تاركا هذه الثروة المنقولة دون أن يترك ورثة مباشرين، أي دون أب وأم أو إخوة. كان القانون الفرنسي يومئذ لا يعطي الحق في ميراث الولد الشرعي أو غير الشرعي إلا لأبويه وإخوته فقط. فاستولت مصلحة الأملاك الفرنسية على هذه الثروة باعتبارها تركة بلا وارث. فطالب الحواشي من عائلة ديتشل أقارب أمه بمعنى أخواله بالميراث، مستندين في طلبهم إلى قواعد القانون البافاري الداخلية التي تساوي في الميراث بين الولد الشرعي والولد غير الشرعي بالنسبة إلى الورثة. قضت محكمة استئناف بو برفض طلبهم في 11/3/1874، مستندة إلى أن فورغو كان متوطنا بفرنسا، وبالتالي يجب أن يطبق على ميراث ثروته المنقولة القانون الفرنسي، وهو يقضي بحرمان غير الأبوين للوالد غير الشرعي من ميراثه. فرفع الورثة طعنا في هذا القرار إلى محكمة النقد الفرنسية، فنقضت الحكم في 5/5/1875 على أساس أنه مخطئ في اعتبار فورغو متوطنا في فرنسا مع أمه، مع أنه لم يحصل على الترخيص بالتوطن فيها، يكون موطنه القانوني حينئذ هو بافاريا، وبالتالي يطبق عليه القانون البافاري. أحيلت الدعوة من جديد إلى محكمة استئناف بوردو، وحكمت لصالح الورثة على أساس تطبيق قواعد القانون البافاري الداخلية التي تورث هؤلاء الحواشي. طعنت مصلحة الأملاك في هذا القرار على أساس أن القانون البافاري يطبق على الميراث في المنقول قانون الموطن. أحيلت القضية من جديد إلى محكمة تولوز، فقضت في 22/5/1880 بما رأته محكمة النقد. طعن الورثة في هذا القرار بالنقد لأنه طبق قواعد التنازع في القانون البافاري دون قواعد ديه الموضوعية. رفضت محكمة النقد هذا الطعن في 22/2/1882، بذلك تكون محكمة النقد قد قبلت إحالة القانون البافاري على القانون الفرنسي دون أن تصرح بأنها إحالة. إذن هنا هذه هي السابقة القضائية المتعلقة بالإحالة، ولأول مرة تم الأخذ بالإحالة، وبالتالي هنا القضاء الفرنسي هنا لم يطبق قواعد الإسناد لم يطبق القواعد الداخلية البافارية، وإنما طبق القواعد الإسناد البافارية. إذن هذه هي القضية المتعلقة لأول مرة بالإحالة. السؤال المطروح بالنسبة للقانون الجزائري: هل نطبق دائما الإحالة من الدرجة الأولى حسب الفقرة 2 من المادة 23 مكرر 1؟ ما يلاحظ على هذه الفقرة أنها لم تعطينا النطاق الذي تطبق فيه الإحالة من الدرجة الأولى. ما هي فئات الإسناد التي نطبق حيالها؟
الإحالة من الدرجة الأولى. زد على ذلك، هل نطبقها في جميع الحالات؟ ألا يوجد هناك استثناءات؟ ألا يوجد فيها يعني نزاعات أو مواضيع معينة لا يمكن فيها أن نطبق الإحالة؟ الأمر هنا ترك أيضا غامضا وتركت عليه علامات استفهام واستنتاجات بالنسبة لرجال القانون. من بينها أنه شكل التصرفات لا يمكن تطبيق الإحالة حيالها. حسب المادة 19 فإنه مكان الدولة التي أبرم فيها التصرف هو الذي يحكم القانون الواجب التطبيق بالنسبة لشكل هذا التصرف تطبيقا للمادة 19. مادة 19 تقول: تخضع التصرفات القانونية في جانبها الشكلي لقانون المكان الذي تمت فيه. هذا بالنسبة لشكل التصرفات. بالنسبة لموضوع التصرفات القانونية، المادة 18 في فقرتها الأولى واللي تتكلم على قانون الإرادة، فلا يمكن أن نتجاهل إرادة المتعاقدين ونطبق الإحالة إذا كان هناك إحالة من الدرجة الأولى. إذن لابد أن نطبق مباشرة قانون الإرادة. هنا يتجه إلى القواعد الموضوعية وليس إلى قواعد الإسناد، فبالتالي فهنا لابد من الاتجاه مباشرة إلى تطبيق القواعد الداخلية للقانون الأجنبي. فهب أنه مثلا ألف وباء جزائريان واختارا بحكم عملهما أو عندهم عمل في فرنسا أنه يقوموا بإبرام عقد معين، اختارا أنه القانون الواجب التطبيق على هذا العقد هو القانون الفرنسي، فبالتالي لا يمكن أن نطبق الإحالة ونذهب إلى تطبيق قواعد الإسناد، وإنما لابد أن نطبق مباشرة القواعد الموضوعية المتعلقة بهذا النوع من العقود. أيضا المنازعات المتعلقة بالعقار، فإنه لهنا نطبق يعني حسب المادة 18 في فقرتها الأخيرة، غير أنه يسري على العقود المتعلقة بالعقار قانون موقعه. إذن مباشرة نطبق القواعد الموضوعية ولا نلجأ إلى قواعد الإسناد. كذلك ما نصت عليه المادة 21 من القانون المدني الجزائري فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية، فهنا سوف نطبق مباشرة المعاهدات الدولية. أكيد تعني القواعد الموضوعية ولا تعني قواعد الإسناد. لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو معاهدة دولية نافذة في الجزائر. هناك الإشكالية الأكبر أين؟ الإشكالية الأكبر في الأحوال الشخصية، خصوصا ما تعلق الأمر بالزواج، الطلاق، الميراث. بالنسبة للأجانب الغير مسلمين، نحن نعلم بأنه القانون الجزائري في مسألة الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث يستمد جميع أحكامه من الشريعة الإسلامية. فما العمل إذا كانت يعني نزاع يتعلق بزوجين غير مسلمين وكان هناك إحالة من الدرجة الأولى، يعني قامت قواعد الإسناد الأجنبية بإعادة الاختصاص إلى القانون الجزائري،
فهل هنا سوف نطبق قانون الأسرة الجزائري المستمد من الشريعة الإسلامية على هؤلاء الأجنبيين؟ افترض أن هذين الأجنبيين من الصين مثلا، زوجان من الصين، ثار نزاع فيما بينهما في قضية طلاق مثلا، فهل هنا سوف نفرض أحكام الشريعة على هذان الصينيان إذا كانت قواعد الإسناد الصينية ترفض الاختصاص وتقول بتطبيق قانون الموطن إذا كان هذان الصينيان يعيشان في الجزائر وهما غير مسلمان؟ لا يستقيم الأمر. كذلك إذا ما تعلق الأمر أيضا بالزواج وشروطه الموضوعية مثلا، كذلك إذا تعلق الأمر أيضا بالميراث، فهل سوف نطبق الميراث أحكام الميراث على على الأشخاص الأجانب إذا ما أحالت قواعد الإسناد الأجنبية الاختصاص إلى القانون الجزائري؟ أعتقد أنا من منظوري الشخصي فإنه بالنسبة لأحكام الزواج والطلاق والميراث لا يمكن أن نطبق الإحالة حيالها يعني خصوصا بالنسبة للأشخاص الأجانب الذين لا يدينون بالديانة المسلمة، لأن هذا لا يتوافق مع يعني القوانين التي تنطبق على هؤلاء، القوانين الأجنبية التي تنطبق على هؤلاء. لماذا؟ لأنه مثلا في فرنسا مثلا لا يوجد هناك للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يعرفها هؤلاء، وبالتالي سوف يكون الأمر مجحف بالنسبة لهؤلاء إن طبق عليهم قانون من منطلق ديانة هي ليست ديانتهم. هذه هي الاستثناءات المتعلقة بالإحالة. هذه هي الإحالة بأنواعها باستثناءاتها. إن كان لكم أي سؤال يتعلق بهذا الموضوع فاكتبوا لي في التعليقات وأنا سوف أقوم بالإجابة عليه. أتمنى لكم التوفيق.